السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل قابلت حد قبل كده مجرد ما يتكلم تحس ان كلامه يخش عقلك على طول؟ مش شرط يكون الشخص ده قوي ولا صوته عالي، بس عنده طريقة غريبة جدا في الإقناع. النهاردة هقولك ايه السر ده وازاي ممكن تتعلم حاجة زي كده. بداية كلنا لازم نبقى عارفين ان السر الحقيقي هو مش الإقناع بالكلام، الإقناع بيكون بالإحساس. الشخص اللي بيعرف يقنع الناس ما بيبدأش بالكلام، هو بيبدأ انه يخلي اللي قدامه يحس انه فاهمه. الناس بتصدق الشخص قبل ما تصدق الفكرة اللي بيقولها. في جملة مهمة جدا بتقول الفهم قبل الإقناع هو الأساس. طيب ايه هي الخطوات اللي بياخدها الشخص ده عشان يبقى مقنع؟ اول خطوة معانا يفهم الشخص اللي قدامه. الشخص المقنع ما يدخلش في الموضوع بسرعة، هو بيعمل حاجة بسيطة جدا. هو بيعمل ايه؟ يسمع خوف الشخص، يسمع احتياجاته، يسمع طريقته في التفكير. لما الشخص يحس انك فاهمه بيهدى ويثق فيك، وساعتها يقتنع بسهولة. الخطوة التانية ما بيدخلش في جدال. الناس اللي بتعرف تقنع بيبعدوا عن الخناق والجدال. طب ليه؟ لأن الجدال يخلي اللي قدامك يحس انك بتهاجمه، فدماغه تقفل. بدل ما انت تقول لا انت غلط، قول انا فاهم وجهة نظرك، خليني اشرح لك النقطة دي. الاسلوب ده بيفتح الباب بدل ما بيقفله. الخطوة التالتة انه بيتكلم بلغة الشخص اللي قدامه مش بلغته هو. الشخص المقنع ما بيفرضش طريقته في الكلام. لو اللي قدامه بيحب الارقام يبقى يكلمه بالارقام، لو بيحب المشاعر يبقى نكلمه بالاحساس، لو عملي نكلمه بامثلة وتطبيقات. الاقناع بيحصل لما الشخص يحس انك من عالمه. الخطوة الرابعة يخلي الحل في مصلحة الشخص مش مصلحته هو. الشخص اللي بيعرف يقنع ما بيبينش انه بيدفع اللي قدامه لشيء هو محتاجه شخصيا، لا، هو يخلي الموضوع واضح انه لمصلحتك انت بس. البشر بطبيعتهم ما بيحبوش يعملوا حاجة لو حس انها خدمة لغيرهم بس. الخطوة الخامسة وانا بعتبرها دي اقوى خطوة، هادي والهدوء قوة. اغلب الناس اللي عندها قدرة على الاقناع تلاقيهم هاديين جدا. طب ليه؟ لان الهدوء ينقل للطرف الاخر احساس بالامان، ولما الشخص يطمن يسمع، ولما يسمع يبدأ يقتنع. الخلاصة الاقناع مش موهبة نادرة، هو فهم، هدوء زائد طريقة ذكية في عرض فكرتك. جرب الخطوات دي يومين بس وهتشوف بنفسك قد ايه تأثيرك على الناس هيتغير. في النهاية لو عجبكم الفيديو دوت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتدعموني بلايك علشان نكمل ونقدم محتوى أقوى مع بعض إن شاء الله. شكرا على المشاهدة.